بيراميدز المرعب اللي كان قدامك ده بقى له كام ماتش مش شايف. هو حالك حاله زي حالك بالظبط على فكره. نفس عدد النقاط، نفس البطولات اللي انت خسرتها هو خسرها. هو لسه طالع من دوري ابطال افريقيا، لسه مغلوب من الزمالك، فهو حالته كرب برضه. وجاي لك وانت معاك الجمهور ومعاك مستقبلك. لا 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 والله ما تحصل. ده انا مش هطلع مغلوب، ده انا هطلع بفضيحه، ده انا هطلع متجرس. هطلع مغلوب 3، ولو الماتش هكمل ربع ساعه كان ممكن يطلع 5. ازاي يعني؟ انتوا تفكروا في ايه؟ ويقول لك اللعيبه شبعت. اصل اللعيبه شبعت بطولات. يعني ايه اللعيبه شبعت بطولات؟ انا بمصطلحات، احنا بنقول مصطلحات مستفزه استفزاز. اصل اللعيبه شبعت بطولات يا باشا، ده اكل عيشهم. اللعيب ده اكل عيشه، ومش بياخد 3 4 جنيه. ده ما شاء الله بياخدوا 50 و60 مليون جنيه، انا مش عارف على ايه. لعيبه ما فيش خالص. يعني ما فيش اي لعيب تنابله، ده كله متنح في الملعب عادي، ويجي جون عادي، يجي التاني عادي، يجي التالت عادي، الا من رحم ربي. يعني الا مثلا 3 4 لعيبه في الفرقه، الباقي كله ما فيش خالص. يا ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ انت متخيل كده ان انت مهدد يا ابني؟ انت مستقبلك بيضيع. مستقبلك كلاعب كوره. يعني انت بتلعب في الاهلي، انت مش عارف انت بتلعب فين. انت وصلت في مصر هنا الليفل الوحش، وانت ما تستحقوش اصلا. ف واحنا في مصر عندنا بقى عندنا موضه، اللي انت لو جبت جون ولا عملت هجمتين ولا لعبت ماتشين بيت نجم، انت حتى مش عايز تلعب الماتشين يا جاحد. يا جاحد، الماتشين مش عايز تلعبهم. ده كلهم ايه؟ 4 ماتشات. 4 ماتشات مش هتلاعب ريال مدريد ولا برشلونه، هتلاعب فرق عيانه برضه. فانت ايه مستقبلك كله بيروح. الفرقه هتتفور، انت هتروح من الاهلي، هتمشي. واحنا بنشوف اللعيبه، في لعيبه كتير بتمشي من الاهلي سنه واتنين ما تلاقيهاش. وفي لعيبه بتلعب في الاهلي ما تستحقش تلعب في الاهلي. فانت متخيل ان اللعيبه دي مش معانا اصلا؟ ايه، ما بتفتحوش السوشيال ميديا؟ ما بتفتحوش التلفزيون؟ ما بتروحوش النادي؟ ما بتتمرنوش؟ ما تعرفوش حاجه؟ مش هقول لك المدير الفني كده كده عارف انه ماشي، ولا هقول لك اداره الكوره هي كلها مشيت. انت نفسك كلاعب فين؟ فين احساسك بالنادي؟ فين احساسك بالجمهور؟ وفين احساسك بنفسك؟ ده انا الواحد يعني عايز ياخد كل لاعب من دول ياخدوا جزء اقلام على وشه. بجد والله، انتوا عندكوش ده مفيش خالص. انت بالظبط